وتالله إن لم يكن جهاد الرافضة في سبيل الله فما في على وجه الأرض جهاد. الحوثيون جبناء. والله لقد بدأت في التحريض لأهل السنة في اليمن وخارج اليمن لتسمعن مني بفضل الله عز وجل ما يتقشعر منه الجلود وما يجعل الإنسان يخرج من بيته حافيا إلى نصرة هذا الدار بإذن الله عز وجل. وإلا فأهل السنة في كل مكان يتواصلون يقول إشارة منك مشورة منك بما ترى، نحن إن شاء الله نقوم بما أوجب الله بقدر المستطاع. وأنا أقول يا إخوان الشر يدفع والخير يجلب، وأبشروا بنصر الله سبحانه وتعالى إن بغوا عليكم. والله ما نترك دارنا وربي، وأقسم لكم بالله بإذنه عز وجل حتى نفنى، حتى وإن حملوا الدبابات على رؤوسهم. نحن ما نعتقد أن النصر بالدبابات ولا بالمدافع، نعتقد أن النصر من عند الله، وربما تكون ما إذا بغوا ربما والله تكون غنيمة للمسلمين. وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فما الذي ينصركم بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أنا لكم ناصح، اتركوا البغي، اتقوا الله. والله لمن بغى ليعاقبه الله سبحانه. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. ويا رافض قد حان يوما نقام لك بقى في وسط صعده ولا في نواحيها. ونحن نعتقد أن قتالهم من أعظم، لأنهم بغاة علينا وزنادقة، من أعظم الواجبات ومن أعظم القربات إلى ربنا سبحانه وتعالى. ودفع الله شرهم وكسر الله شوكتهم. ومن هذا المقام فهذا نداء جهاد الذي أمر الله سبحانه وتعالى به لمن أراد في سبيل الله من قريب أو بعيد، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وأنا أولكم. علم الحوثي وقلنا ترانا صاملين، ويا أهل التوحيد هبوا وحي على الجهاد، ويا خيول الله اركبي لا شمال ولا يمين، يمة الحوثي نوينا قدم كل العباد في سبيل الله ندوس الخطر في كل حين، ولجل دماج الجريحة جهزنا بالعتاد. رجالا على السنة جبالا رواسي ما تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها. لنا الحسنيين ما الشهادة وإما النصر يا جنة الفردوس محلى مبانيها. الرافضة في صعد للأسفل، وستذكرون ما أقول لكم بإذن الله. للأسفل بإذن الله عز وجل، ليسوا للأعلى أبدا. الله قد جعل في قلوبكم الرعب لأنكم مشركون. قال الله عز وجل سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن افتكرنا كلنا لله سبحانه وتعالى. على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى، نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارات نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني. والله
العلم وانجى الموت حيا به، والله اقسم برب البيت ما نخضع للمخاذيل بدر الدين واصحابه. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضربكم وافعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير، أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. والله لو أحدهم يحمل الدبابة على رأسه هكذا يغنج بها على رأسه لرأينا أن الله ناصرنا عليهم بفضله ومنه وكرمه، ولرأينا أن حقا علينا أن نقاتلهم. الحوثيون كانوا في بداية الثورة أحدهم يأخذ خنجر ويتلقى الدبابة من شدة ما عبوه، ويريد يطعن الدبابة ويقابل الدبابة، ونحن أحسن عقيدة منهم والله لنقابل الدبابات حقهم، وربي لو عندهم 100 دبابة وربما كانت غنيمة للمؤمنين في هذا المكان. ما معنا ولا دبابة، لعل الله يسر لنا من فضله. صحيح والله ما معنا ولا دبابة نحن. الحوثيون معهم دبابات، الإخوان المسلمون تيسرت لهم دبابات، ونحن بحاجة إلى دبابات، نحتاج بصراحة. قربوها لنا قربوها لنا قربوها لنا. يا شيخنا يحيى المناضل، والله لو تمطر قنابل عاد عندنا استعداد كامل بد ما نفديك. واصل دروسك بس واصل مالك ولاصحاب القلاقل، احنا رجالك بنقاتل كل من يأذيك. وتذكر قول شيخ الإسلام ابن تيمية: ماذا يصنع بي أعدائي؟ أتذكر هذا صحيح. المؤمن مهما كاد له أعداؤه ما زادوه إلا عزا. ماذا يصنع بي أعدائي؟ أنا سجني خلوة، يقول شيخ الإسلام، وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. ماذا يصنع بي أعدائي؟ هذا والله أتذكر كثيرا. ماذا يصنع بنا أعداؤنا؟